تعالي يا قديتي، النهاردة هنعمل مع بعض 7 أو 9 حاجات هتوفر معايا في مصروف البيت واحتياجاتك من المصروف طول الشهر، عشان خاطر ما نقولش المصروف خلص مننا. وكمان هنعمل أفكار لغدا ب50 جنيه بس طول الأسبوع إن شاء الله بإذن الله، هتفرق معاكي. حوشي من أول أسبوع إن شاء الله بإذن الله، هيبقى معاكي فلوس كتيرة، وإن شاء الله هيبقى معاكي كل اللي انتي عايزاه. قبل ما ابتدي في الفيديو، عايزة الفيديو ده بقى يوصل 200 لايك. احب اعرفك بنفسي، انا اسمي السيدة حسن، دي قناتي بتخص التدبير والتوفير وكل حاجة انت عارفينها والميزانيات يا حبايبي. احب اشكركم كتير 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 على الناس الجميلة قوي 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 اللي بتكتب لي التعليقات، ربنا يا رب يبارك فيكم. واحب برضو اشكر كل الجداد اللي دخلوا عندي وكل الجداد اللي اشتركوا في القناة، ويا رب اكون عند حسن ظنكم كلكم. يلا بينا بقى نبتدي، عشان ما تقولوش احنا طولنا في في الفيديو. بس معلش بقى يا قطتي، انا بحب اشكركم كتير 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 قبل الفيديو. تعالوا مع بعض كده ونشوف ايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها هتوفر معايا طول الشهر. اول حاجه يا قطتي، الاكلات الموفره اللي احنا هنعملها اول الشهر. اول اكله عندنا موفره وبتنفع معانا جدا 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 اللحمه العصاج. العصاج من الحاجات اللي بتخش في كذا اكله، وطبعا انتوا عارفينها احنا بنحبها كلنا. طبعا البانيه بيبقى بيوفر معانا برضو لو عملناه مكرونه بالبشاميل، او عملناه ناجتس، او عملناه، بصوا ليه كل وصفات جميله جدا جدا. في كمان عندنا كفتة الرز بتفرق معانا، القرص طبعا للفطار، والقراقيش والكيك. الحاجات دي كلها لو موجودة عندك هتوفر معاكي في اكلات الفطار. وطبعا البيتزا عبارة عن ايه؟ عن حتة عجينة هنعملها ونحط عليها كل الحاجات اللي عندنا. لو عندنا طماطم والصلصة بتاعتها طبعا بنحط فيها الزعتر، وبنحط كده على الوش شوية جبنات وحاجات، وان شاء الله بإذن الله بتبقى جميلة والولاد بيحبوها. طب يا ستي، بعد كده تاني حاجة ان انا هقسم. فاكرين الاظرف اللي اول ما بدأت القناة قلت لكم عليها؟ هنقسم القبض بتاعي الاظرف. يعني لو انا عايزة امشي في الاسبوع 4 اسابيع، يعني لو عايزة الشهر يبقى بالاسبوع همشي الاسبوع، هعمل 4 ظروف لاول اسبوع، تاني اسبوع، تالت اسبوع. ان شاء الله هحط في كل ظرف 500 جنيه يبقوا دول بتوع الاسبوع ايه بتاعي. يعني انا كده اخر الشهر هوزعهم على 4، اول الشهر سوري هنوزعهم على 4 أظرف. كل اسبوع هاخد ال 500 جنيه بتاعتي واشتري بيهم الخزين والحاجات. وطبعا في ميزانيات كتيرة لل 500 جنيه في القناة، خشي وشوفيها. طيب، تالت حاجة عندنا ان انا هشتري الحاجات اللي البيت محتاجها فعلا. يعني مثلا النهاردة مثلا رحت السوق لقيت حاجات انا محتاجاها وحاجات مش محتاجاها زي الديكورات او الحاجة. لا، انا هشتري بالفعل الحاجات اللي انا اعملها دلوقتي. الحاجات بقى اللي ما تلزمش البيت دلوقتي ممكن اعمل لها حصالة كده، لو لقيت فاز، لو لقيت اي حاجة عايزة اعملها في البيت، ديكور، حاجة مثلا اطباق عايزة تغيري الاطباق بتاعتك، الكوبايات، فانا هعمل كده برطمان على جنب احوش فيه عشان خاطر اجيب الحاجات اللي هي الكماليات اللي انا ممكن اكون عايزاها. طيب، رابع حاجة عندنا، اعملي جدول للاكل زي الجداول او المنيوهات اللي انا بعملها لك، اللي هي بتوفر وتدبر معاكي طول ما قدامك مثلا 7 ايام قدام الجدول ل7 ايام او ل10 ايام، هتبقى موفر جدا. وهتحطيه قدامك، ولا هتقولي بقى انا هعمل ايه النهارده، ولا هتسالي الولاد اعمل لكم اكل ايه. انت هيبقى عندك الجدول وهتبقي موفره كمان في وقتك وجهدك. والجدول ده بصراحه بيفرق معانا في حاجات كتير، حتى لو حاجه شخصيه عندك، حتى لو عايزه تواظبي على الصلاه، اعملي جدول كده اسبوعي او يومي، حطيه قدامك، اعملي علامه صح على كل الصلوات اللي انت بتصليها، على لو بتقري قرآن، لو بتحفظي أجزاء من القرآن برضو نفس الحكاية. طيب، الخزين البسيط او الذكي يعني ايه؟ يعني انا بدل ما اروح السوبر ماركت واشوف الحاجات غاليه جدا جدا جدا، فانا ممكن اشتري عادي من البقال اللي جنبينا، او عادي يعني هننزل نشتري الحاجه، ما هي جبنه هنا هي هنا، بس في الهايبر وفي الحتت دي بتبقى الحاجه غاليه جدا، وانا مش عايزه اضيع المصروف. لانك طبعا لما بتروحي تجيبي، بصي انا بجيب مثلا الخزين من عند العطار، بروح اجيب كده الحاجه بتاعتي. السوبر ماركت بروح السوبر ماركت واشتري، مش بروح بقى هايبر ولا حاجه، عشان خاطر المصروف طبعا بيبقى على القد، وانا مش محتاجه ايه ما يعني ما صرفوش في حاجات هتخشي هتلاقي ده وهتلاقي ده وهتلاقي ده، فهتقومي جايبه كل حاجه وهتطلعي من غير فلوس.
طيب سادس حاجة بدايل أرخص في البيت زي المنظفات وزي المناديل. هقولك على حاجة، لو أنا دلوقتي رحت جبت إزازة شاور مثلا ب60 جنيه، طب ما هو في شاور سايب عند بتاع المنظفات ب20 والله وريحته جميلة ونفس الحاجة، وبالعكس ده هو بيوفر معاكي لأنك انتي بتجيبيه وبتملي بيه الأزايز في البيت، بتستخدمي بقى كل الاستخدامات اللي انت عايزاها. برضو نفس الحكايه الكرور، الازازه طبعا الازايز اللي هي الشركات دي بتبقى غاليه شويه، فليه؟ طب ما اجيب برضو كرور من الراجل كده عادي السايب ده واحطه في ازازه واستخدمه. يبقى المنظفات والحاجات دي ممكن ان انا بدل ما اروح اجيب اسامي يعني غاليه وكده، العلبة مثلا بتبقى غالية زي علبة الديتول الصغيرة غالية جدا، فليه؟ فاروح اجيب 10 جنيه ديتول من عند الراجل بتاع الكلور والحاجات دي. والمنظفات بتفرق معاكي طبعا وبتوفر معاكي كتير، حتى دلوقتي بيبيعوا شاور السجاد، بيبيعوا الداوني، بيبيعوا كل حاجة بصراحة. ممكن كمان لو عايزة توفري اكتر تعمليه في البيت، وده طبعا بيوفر عليكي كميات وحاجات كتير. دي برضو المنظفات بالنسبة لنا. هنعمل ايه برضو؟ هنستغل العروض اللي موجودة بس بذكاء. يعني انا دلوقتي مثلا ممكن الاقي عرض مثلا 4 زبادي عليهم 2 مش عارفة كذا، العروض دي برضو تستغليها. الجبنة البيضاء، والله ساعات برضو بروح السوق بيبقى فيه سوبر ماركت هناك، ابقى واقفة يقول كيلو الجبنة ب100 جنيه مش عارفة ايه. فبصراحة العروض دي بتبقى حلوة، بس اتأكدي من المكان اللي انت بتشتري منه. يعني لازم اتأكد ان المكان ده مكان كويس وانا ايه راح اشتري منه، مش اي حاجة، لان بتبقى في حاجات منتهية الصلاحية، فما حدش يجيب حاجة يعني ايه يعني تبقي واثقة منها. كمان ترشيد بقى النور والكهرباء والمية عشان احنا عارفين طبعا الحاجات بتيجي غالية قد ايه. فمثلا خلي الولاد دايما يعني لو قاعدين في حتة برضو ما نشغلش كده اضواء البيت كله. لو عندك تكييف يا ستي ولعيه شوية كده بالنهار، وبعدين بالليل مشي المراوح عادي، المراوح حلوة برضو. لو عندك جيب فريزر، والله لازم نقتصد في الحاجات دي بصراحة، الحاجة كلها بقت غالية. فما تزعلوش مني لو بقول لكم الترشيد ده، لان طبعا كله دلوقتي بالكروت، فالكارت اول ما خلاص يصفر ده تجري بقى تروحي تشحني وتعملي. وعلى ايه؟ وفري شوية في الحاجات دي عشان خاطر الحاجات دي غالية جدا وبتاخد مننا برضو من المصروف كتير قوي قوي قوي. بدائل الحلويات، يعني بدل بقى ما اروح اشتري من بره الزلابية والحاجات دي، طبعا عندنا بصوا في اليوتيوب فيديوهات كتيرة ممكن تعملي في البيت، ممكن تعملي كب كيك للولاد. يعني حاولي ان انتي بدل ما تشتري الحاجات دي من بره وبتبقى غالية جدا، طبعا هم ارزاق والله وكل واحد بياخد رزقه، بس يعني حاولي ان انتي الحاجات دي طبعا في البيت هتبقى اوفر وهتبقى احسن ليكي كتير كتير. يلا بقى كده خلصنا النصايح بتاعتنا. تعالوا او الحاجات اللي هتوفر معانا، تعالوا نعرف افكار الغداء ب50 جنيه. اول حاجة ربع، لو جبتي ربع لحمة خلاص، انا بقول حاجات بدايل، انا مش بقولك من ربع اللحمة هتعملي كل ده والله. انا بقولك لو جبتي ربع لحمة مفرومة ممكن اعمل منها كفتة رز. واللي قالت لي هو ربع اللحمه يطلع كفته رز، يا حبيبتي هتحطي عليهم الرز، هتحطي على ربع اللحمه الرز بتاعك والبصل والخضره وهتفرميهم. ربع اللحمه هيعمل لك يعني حبه حلوين كده. يبقى ربع اللحمه ده اول يوم ممكن اعمل كفته رز، ممكن اعمل بيه بطاطس باللحمه المفرومه، ممكن اعمل بيه مسقعه باللحمه المفرومه. او يعني انا بقول او دي او دي، مش بقول التلاتة، مش بقول من ربع اللحمه التلاتة. طيب ربع البانيه ده تاني يوم مثلا ممكن اعمل بيه كذا فكرة. ممكن اعمل بيه ناجتس، وده برضو الولاد بيحبوه جدا. ممكن وعندكم على القناة الطريقة بتاعته. ممكن اعمل وعملاه كمان اقتصادي وحلو وهيوفر معاكي وكمية كبيرة. ممكن اعمل شاورما. الشاورما من الحاجات اللي ربع البانيه ممكن ينفع معاها، لان احنا بنقطع حتت صغننه وبنقطع بقى عليه بصل وطماطم وفلفل الوان اللي عندك كله، شيش طاووق برضو بنقطعه وبنعمله في التتبيله وبنحطه في السياخ، وبيطلع برضو ربع البانيه حبه معتبرين معانا كده. جنبهم بقى شويه مكرونه، دي الاكلات دي بتحب المكرونه جنبها، والشاورما بتحب طبعا العيش والتوميه والحاجات دي. طيب
تالت يوم ممكن اعمل بقى بصارة، ربع فول بصارة ب20 جنيه او ب15 جنيه وزي الفل اهو. يعني مثلا ندخل يوم رحوم، يوم بانيه، يوم بصارة، يوم فول بالصلصة زي ما انا حاسباه هنا، وبطاطس محمرة ربع يوم. ممكن تعملي فول بالصلصة وبطاطس محمرة، لو جبنا ب10 جنيه فول ب5 جنيه طماطم ب10 جنيه بطاطس هيديكي 25 جنيه واكلة زي الفل والله جميلة جدا. طبعا الحر مش محتاج طبيخ مننا، ولا والله البامية والملوخية والحاجات دي بتبقى تقيلة جدا في الحر مش بنحبها. يعني العيال مش بيحبوا الاكل اللي هو الطبيخ ده، في الشتاء بقى بياكلوا كل حاجة. خامس حاجة الحواوشي، ممكن لو عندك ربع لحمة طبعا تعصجيه. بصوا احنا هنا بنعمله بالعجينة، يعني احنا بنروح الفرن بنعمله بالعجينة، او بتعملي العجينة في البيت وبتعمليه. انا عمري ما جربت، بس بصراحة شفت كذا طريقة على اليوتيوب للحواوشي او اللحمة في العيش زي ما احنا بنقول عليها. بيعملوا ايه بقى، شفت الطريقه دي وهجربها وهقول لكم. انا عمري بصراحه ما عملته في العيش البلدي، انا بعمله بالعجينه عادي، بروح الفرن كده واعمل اللحمه واروح اعملها هناك. فهتعملي ايه بقى يا ستي، هتجيبي ربع اللحمه تعصجيه وتعمليه بالبصل اللي انت عايزاه وجزر بقى، وتحبشيه بقى زي ما انت بتحبشيه، وفلفل وملح وفلفل اسمر واللي انت عايزاه. وبعدين وبتحطي في الكبه بصلايه وطماطميه، انا شفتها كده وبقدونس. طبعا اللي عارفين الحواوشي بقى يقولوا لنا في التعليقات. بس وبتقومي ماسكاه فرداه بعد ما بتعملي العصاج والحاجه دي بتقومي فرداه في العيش، وعلى الطاسه بقى بتحطي معلقه زيت او سمنه وبتقلبيه على الوشين، وبتبقى اكله سريعه وممكن تعمليها يعني في اي وقت، لو حابه عشاء لو حابه غدا براحتك بقى، وجنبه شويه سلطه وبيبقى برده زي الفل. سادس يوم العجة برضو هنجيب ب20 جنيه بيض، ب5 جنيه خضرة، قولي ب5 جنيه طماطم، ب5 جنيه بصل. انا حاسبالك كل حاجة من عندك حتى لو عندك في البيت، طبعا كل الحاجات دي بتبقى عندنا بس انا بحسبها لك عشان خاطر تبقي عارفة انت هتصرفي كام. قولي يا ستي 35 جنيه لو هعمل عجة وجنبها شوية بطاطس، ادي برضو ال50 جنيه خلاص. طيب كشري اسكندراني من الاكلات الحلوة اللي ما فيهاش طماطم. الكشري المصري جميل انا بحبه والله، بس عشان برضو الصلصة والثوم والحاجات دي ما بيبقاش برضو حلوة قوي في الصيف عايز اكلات كده سريعة. كشري اسكندراني ربع عدس اصفر، نص رز ب15 وب15. هتجيبي بيض وهتعملي سلطه جنبه، وبرده دي اكله من الاكلات اللي ب50 جنيه اللي ممكن تفضل معاكي ان شاء الله باذن الله، يعني تشبع الولاد وكده. يعني الكشري العدس كمان الاصفر ده جميل جدا لانه فيه زنك وفيه فيتامينات جميله. طبعا احنا في الشتاء بقى بنموت فيه في العدس اللي هو بقى ايه الشوربه الجميل بتاعنا ده، بس انا ما بقدرش والله ساعات بعمله. انا بحب العدس الاصفر فساعات بعمله، بس في الصيف مش بقدر عشان خاطر هو من الاكلات يعني اللي بتحر كده. هو المحشي بصراحه مش بحبه مش بفضله يعني في الصيف. بس كده النهارده قلنا الحاجات اللي بتوفر لنا في مصروف البيت، وكمان افكار الغدا ب50 جنيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. بصوا بقى كلكم كده يا قطتي، والله بجد بجد نفسي كده اجيبكم كده في مكان كلكم ال 3700 واحد عندي والله بجد، واجيب لكم كلكم حاجه حلوه. مش عارفه بصراحه اللي نفسي اكلمه، والله نفسي اكلمكم شخص بجد، يعني بجد فرقتوا في حياتي كتير بصراحه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مش قادره بقى اقول الكلام يعني كله بصراحه اللي انا نفسي اقوله لكم. اشوفكم في فيديو جديد وان شاء الله باذن الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويا رب يكون عند حسن ظنكم. ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك. بحبكم واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه، باي باي.